بعد يوم عمل شاق الواحد ما بيرتاحش غير في بيته. انزل يا جميل في ساحة واتمخطر كده بالراحة، انا قد عليك ايه ده؟ ايه ده بس؟ ستوب ايه يا جدع، حرام عليك، ايه اللي جابك دلوقتي؟ حرام عليك، بوظت المفاجأة. يلا امشي استخبى. من انتوا؟ بتعملوا ايه هنا في بيتي؟ ده استاذ قرين عازمنا على عيد ميلاد بنته طفره قميه، فقلت اما اجيب لها ملايه السرير هديه. انت برضه جبت ملايه سرير؟ يا ابني قلت لك البنت صغيره هتلاقي كيس مخده ولا حاجه. ملايه ايه ومخدة ايه؟ اتيتك يا عبد المعين تعني وجدتك يا عبد المعين تعفي. ابوس ايدك يا استاذ مؤنس، كفايه شعر، انا اتنفخت شعر منك. يا تخش تستخبى معانا يا تطلع اوضتك فوق وتقفل على نفسك الباب عشان البنت زمانها على وصول. ما توصل ولا تلحقني بجاز. شاهدين يا ناس، بيدعي على البنت يوم عيد ميلادها. يا قلبي ابني حبيبي، سيب الواد، حرام عليك، منك لله. اهدي يا حاجه مفيش حاجه. يا قرين بيه، انت عندك السكر صحتك. لا اله الا الله، الحقوني يا جماعه بازازه كلوروكس، الملايه هتضيع من انا عايز اعرف فين تسنيم مراتي اللي انا اللي نايمه على ودانها وسايبه البيت قالب كباريه. انت فين يا هانم؟ انت اعوذ بالله من غضب الله. ايه ده يا تسنيم؟ ايه يا مؤنس، ما تخافش، انا تسنيم. الله، ما هو ده سبب ادعى للخوف. ايه اللي انت منيله في نفسك ده؟ ده عشان العيد ميلاد، الست روح عزمتني انا والبنات. بجد؟ ست روح عزمتك؟ ده انا هطلع روح اللي جابك. تعالي لي بالحذاء. ايه ده بس؟ ازاي بس تسمحي له يتعامل معاكي كده؟ صدقني انت لو بنتي هطلعك منه الصبح وعلى الظهر اكون خطباكي نسيت سيده. بقول لك ايه يا حاجه بوتاجاز، عندك كلمه حلوه قوليها؟ يا حاج، عندك حاجه حلوه كليها، ما عندكيش ابعتي هاتي والنبي. ملناش دعوه يا ماما، دي امور عائليه. عائليه؟ انتوا خليتوا فيها عائليه، دي بقت بصراميط. اقسم بجلال الله اما انصرفتم جميعا لكن مخلص على كل كليله. بقول لك ايه، انت فاكر لما تعمل لنا فيها صعيدي هنخاف منك ولا ايه؟ احترم نفسك. لا سيبهولي، ده واضح ان هو عايز يتهزق. اتهزق؟ تعالى لي. يا حبيبي، كنت فاكرني عفريته من الزمالك؟ لا يا اخويا، ده انا من الزاويه الحمراء يا عمر. راسي يا امراه. عيب لما تقول لواحده ست يا امراه. اخرس يا دكتور. ايه يا استاذ بونس؟ دي ست كبيره، مش شايف الملايه مكرمشه ازاي؟ انا مش مصدق نفسي. انتوا واقفين مع العفاريت ضدي؟ احنا واقفين مع الحاج في كسر حقوق. مش مع الحق، مع الحاج قرين. حاج ده؟ ايوه. طب تعالى يا حاج. لا وريني بقى. يا ماما سيبهولي بقى، ده انا هشعلقك وبرقعك وهلحس من ودانك هعلقك. يا اخويا، ده انا هلبسك. اخربي عن وجهي. يا جماعه انا جمعتكم النهارده عشان نوصل لحل يرضي جميع الاطراف، عشان المشاكل اللي بتحصل ما بينكم دي انا مش هسمح ان هي تحصل تاني ابدا. لو سمحت يا جماعه، دكتور جمجوم ده راجل له احترامه، يعني لما يتكلم نبص له. بص له لو سمحت. اهو. وانت بص له لو سمحت. وانا باصص له اهو. والله العظيم انت كده باصص له؟ يا بمبم، مش المهم يبقوا باصيني، المهم يبقوا سامعيني يا بابا. انا فكرت في فكره كده وهي اللي هتبقى الحل اللي يرضي كل الناس. احنا هنأجر شقه للاستاذ اوراني. اوراني ايه؟ قرين. خلاص يا استاذ قرين، هنأجر شقه للاستاذ قرين، هو وعيلته يروحوا يسكنوا فيها ويتشقلبوا ويبرطعوا ويعملوا ما بدلهم. الله اكبر، ده حل ممتاز. هو ايه اللي حل ممتاز؟ ده حل منيل بنيله. الحل ده ظلم يا اخوانا وما يرضيش ربنا. اشمعنى انا اللي امشي يعني؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا. يا ايه ده؟ يا استاذ قرين، ايه مالك؟ في ايه؟ صلي على النبي. عليه الصلاه والسلام. بعيط. طب ايه ده؟ طيب ما انت مش راضي تسمعني للاخر. ده حل مؤقت، كلها 40-50 سنه واستاذ مؤنس يتكل على الله وتاخد انت البيت ان شاء الله. ايه يا دكتور، ده فعلا الله ولا في حالك؟ في ايه؟ الاعمار بيد الله، افرض ربنا امد في عمري. حتى لو ربنا امد في عمره، هيمد في عمره 4-5 سنين، برضه البيت هيبقى بتاعك. بوبي، انا خارجه اتفسح مع اصحابي في جحيم. جحيم ايه؟ جحيم 2؟ ده فيلم بلس 18. طب ينفع اروح قصر البارون؟ ماشي، بس روحي غيري الملايه القصيره دي، بلاش قله ادب. مالها الملايه؟ ما حلوه يا حاج. بس اسكت، عفاريت اخر زمن. المهم خلونا في الموضوع اللي انتوا كنتوا بتتكلموا فيه. كنتوا بتقولوا عايزين تأجروا شقه. انتوا عارفين الايجار المفروش بكام اليومين دول؟ يا استاذ قرين معلش، ما هو انت عمال تقاطعني ومش راضي تسمعني برضه للاخر. استاذ مؤنس هو اللي هيدفع ايجار الشقه. ايوه، مؤنس ايه ده اللي يدفع؟ في ايه؟ هو مش عفريت؟ ما تتصرف يا اخويا وتجيب فلوس. ده بعدين بقى العفريت بلا نيله. شايف التلقيح اللي هو عمال يلقحه ده؟ كل شويه يقول لي عفريت ونيله وزفت. شايف. طب جرى ايه يا جماعه؟ ما قلنا دكتور جمجوم ليه زفت احترامه، لما يتكلم نسمع كلمته، وكلمته دي سيف على رقبتنا كلنا. بمبم
بالهداوه يا بابا، مفيش هداوه. بالهداوه بقول، بالهداوه. مفيش حاجه بتتحل كده يا استاذ مؤنس. انا اعرف سمسار في كعابيش عنده حاجات في الحنين، ما تقلقش. نقرا الفاتحه؟ يبقى نقرا الفاتحه، يلا. ها عجبتكوا الشقه بهوات؟ واخده نص على شارع الليبيني الرئيسي، يعني خطوه واحده وتلاقي نفسك في فيصل. بصوا الشقه عامله ازاي؟ شرحه وبرحه يجري فيها الخيل ينهج. هو الخيل هينهج وهو طالع السلم ده اكيد، عشان ده مش سلم طبيعي. وبعدين فين شرحه وبرحه يا ريس؟ انا لو مديت ايدي هجيب حاجه من شارع الليبيني. مش المهم تعجبنا احنا، المهم تعجبه هو. هو مين؟ هو مين ايه؟ هو ما تاخدش على كلامه، هو بيحب ياخد ويدي مع نفسه كده. بص بيعمل ازاي. خدي هاتي هاتي. تديله بقى، ما هو لسه مديكي. وانت كمان؟ هو بس استاذ خد ودي مع نفسك عادي، اتفضل اتفضل. ها ايه رايك؟ والله مش بطالة، بس لون الستاير مش عاجبني، عايز ابقى اغير الستاير. يعني انت مشكلتك في الستاير؟ تمام هنجيب لك طقم ستاير من سيدار ماركو بولو يا عم. ماشي، بس من صدار، اوعى تجيبها من الوكالة. سلام على تناكة اهلك دي. بقول لك ايه، في السيدار روح الوكالة. 30 جنيه احلى ستاير من الوكاله. بالظبط، وبقى هات لك جاكيت. هم 30 جنيه الستاير والجاكيت. ايوه ماشي يا ريس، تمام اتفقنا. حلو الكلام، بس الشقه سعرها هيزيد، ها؟ هتبقى 500 جنيه في الشهر. جرى ايه يا حاج؟ دي كانت ب 300 جنيه من نص ساعه في التليفون. ده في التليفون. تمام يلا هتعمل ايه؟ هنأجرها من التليفون، يلا. روح اجرها من التليفون، يلا. انتوا مش داريين بالدنيا ولا ايه؟ الدنيا بتغلى يا استاذ، بتغلى. وبعدين ما تنسوش انا ليا شهرين عموله. لا انت كده بتتشطر علينا قوي يا ريس بقى، ما هي معروفه يعني، شهر على صاحب الشقه وشهر علينا. بقول لك ايه، بلاها بقى البيعه دي اصلا، وبلاها الشقه دي. ما بين البيع والشاري ايه؟ يفتح الله. جمجوم خلاص وافق وانا هتصرف. تمام، قلبتها في دماغي ولقيت فعلا ان انت عندك حق. خد يا ريس، ادي الفلوس بتاعت اول 3 شهور. تمام، هستناكوا تحت في المكتب عشان نكتب العقود. اتفضل حضرتك، احنا هنحصلك من على الشباك. طيب يلا. مش هنزل على السلم ده تاني انا. فلوسك يا استاذ جمجوم. ايه ده؟ ربنا يخليك. خد بقى دي 10%، ها؟ يبقى هات لي العيال حاجه حلوه. والله ما له لازمه، ده اقل حاجه اعملها لكم. لو احتجت اي حاجه، عايز تجيب طلبات للبيت، تفسح العيال، تعرف جيرانك، تعرف المنطقه، على الله تكلمني. كلم بمبم عشان هو فاضي. لا انا عاوز ايه يعني؟ انا ماليش طلبات خالص، وكتر خيركم على اللي انتوا عملتوه. والله دي كانت معرفه خير، ومبسوط قوي ان انا شفتكم. والله كان نفسنا احنا كمان نشوفك، بس الظروف بقى. ربنا يجعلها معرفه خير. السلام عليكم. مع السلامه. مع السلامه. من هنا اسف. معقوله؟ لا القمر قافل على برج الجدي.